أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أدخل المسجد وأنا في السفر فأجد من يصلي بالناس وهو إما حليق أو لا يجيد القراءة، فهل أدخل وراءه أم أنتظر حتى ينتهي وأصلي وحدي أو بجماعة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان خلله في غير الصلاة كقولك حليق، قد يكون حليقا وهو خير منك، فاللحية لا تستلزم أن صاحب اللحية خير من الحليق، لأن الله يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية تكون بالتقصير في الظاهر، لا يسخر قوم من قوم، لأنهم يسخرون بما ظهر عليهم من التقصير، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد يكون الرجل لحيته إلى منتصف صدره وهو أكذب الناس وأفجر الناس والعياذ بالله، وقد يتخذ هذا المنظر طمعا للدنيا. فالمسلم لا ينظر إلى هذه الأمور، وإنما ينظر إلى تقوى الله. صحيح أن اللحية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بها، لكنها ليست فيصلا لكي يقال إن هذا لا نصلي وراءه لأنه يحلق لحيته، وهذا نصلي وراءه لأنه يربي لحيته. الكمال خير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فليس عليك خطأ الناس وخطأهم عليهم، المهم نفس الصلاة إذا أدى شرائطها وواجباتها وأركانها واتقى الله عز وجل فيها ولم يكن فسقه في الصلاة فلا يضر ولا يؤثر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، وأنس بن مالك يصلي خلف الحجاج وهو منهوب. ومع هذا أخذ العلماء صحة الصلاة وراء المقصر، وأنه لا يشترط في الإمام الكمال. وأما مسألة أن يكون مخلا بالقراءة، نعم، إذا كانت قراءته فيها أخطاء في الفاتحة فيبدل حرفا بحرف، كأن يقول الذين بدل أن يقول الذين، فقد أبدل حرفا بحرف. وليس هذا الذي ورد وهو الذي يقوله الذين هو الذي نزل به الروح الأمين على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من القرآن، إنما يقول الذين. فإذا أبدل حرفا بحرف أو أسقط حرفا من الفاتحة أو خفف المشدد في قوله إياك بدون تشديد ونحو ذلك، فإنه لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله أو دونه. وهذا الذي يسميه العلماء بالأمي. قال الأئمة: الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يبدل حرفا بحرف منها أو يلحن فيها لحنا محيلا للمعنى، كقوله صراط الذين أنعمت عليهم، فإن هذا يوجب بطلان صلاته إذا صلى وراءه من هو أعلم منه وأضبط. أما إذا كان خطأه في غير الفاتحة فصلي وراءه، لأنها الجماعة الأولى وإدراك فضلها أفضل، وتصلي وراءها وتدركها ولو كان حليقا ولو كان مسبلا، فإن هذا لا يؤثر في صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم، والله تعالى أعلم.